عدو الإنسان الأول هو الفراغ. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. العقل البشري له عدد لفات هيلفها في الدقيقة. عارف موتور العربية لما انت بتختاره يلفها في ايه؟ حتى لو في حاجة موترة، في النهاية اختيارك افضل كثيرا من اختيار نفسك لك لو تركتها للفراغ. لما بتسيب العقل البشري فاضي بيكتر بين اما مخاوف من الماضي فيصاب بالاكتئاب، يا اما مخاوف من المستقبل فيصاب باضطرابات القلق، يا اما شهوات فيقع في بئر الضعف الانساني الطبيعي. عشان كده دايما بتبقى رسالتي لأي حد: اشغل نفسك حتى لو بالترفيه لوقت. لو انت بتذاكر حسيت بالملل، غير المكان، ابدأ بحاجة سهلة. حسيت بالقلق والتوتر، افتكر انك مش مطلوب منك تكون كامل، فقط اعمل اللي عليك. حسيت بالتشتت، طبق قاعدة 10 دقايق انك تقعد 10 دقايق كمان. حسيت بالإحباط، ما تفكرش كتير في النتيجة. حسيت بالكسل، قوم امشي، اشرب مية، خد نفس عميق. هل الراحة نفسية أهم من النجاح؟ كلام فاضي. ربي قال في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا هذه أول ما تعرف إنها ما هي مكان للراحة راح توصل لراحة بال مو طبيعي. طول ما أنت بتدور على الراحة في الدنيا دي، من راحة نفسية، من راحة جسدية، أو من أي نوع من الراحة، صدقني راح تخش باكتئاب بشكل مو طبيعي. الدنيا هذه ما خلقت للراحة. الدنيا هذه خلقت إن إحنا نجتهد فيها عشان نجني ثمارها في الآخر بكل بساطة. ما عندكش مزاج انك تذاكر، ذاكر من غير مزاج. حاسس انك تعبان، ذاكر وانت تعبان. ما فهمتش الدرس، ارجع ذاكر الدرس تاني. خايف من الامتحان، ذاكر بدل ما تخاف. افتكر دايما حلك انك تذاكر. يا ابني ده مستقبلك، ما تتعاملش مع مستقبلك برفاهية. اللي هو جه ما جاش خلاص، ده مستقبلك. فما تروحش تقول لحد: هو انا ينفع اعيش ولا لا؟ هو انا ينفع انجح ولا لا؟ هو انا ينفع ابقى متميز ولا لا؟ قولا واحدا ينفع. فلا عليك، اركز كده وتعامل مع حلمك انه حلم، تعامل مع مستقبلك انه مستقبل. ليه مش انت اللي هتوصل؟ ليه مش انت اللي هتبقى غني؟ ليه مش انت اللي هتنجح؟ ما انت بتعرف تفكر، بتعرف تخطط، ما انت بتعرف تشتغل، ما انت ذكي وافكارك حلوه. انت ليه مش مقتنع انك مختلف؟ ليه مش انت؟